دم البريود ده كانت بتحطه لهم تعمل كوباية قهوة مثلا وتشربوا ده أعوذ القهوة كده. بالله، أعوذ بالله. اسمك؟ لا. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ تمام ماشي اوكي. اتفضلي تحت أمرك. بصي انا اول هقولك، بس مامتي توفت يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات. هي رحمة ماتت. الله عليه. اه الله يرحمه ويغفر لها. هي ماتت بعيد عني وعن اخواتي، احنا التلاتة، احنا 3 بنات. مم. بس هي كانت عندي قبل ما تموت. مم. كانت قاعدة عندي قبلها ب3 شهور. مم. فعملت مشاكل بيني وبين جوزي وكده. فقال لي لا، هي هتمشي، ممكن تمشي من عندنا تروح عند اخواتك. فما رفض ان هي تروح عند اخواتي، فقالت ان هي عايزة تروح تقعد عند واحده كانت قاعده عندها، فوديتها بالفعل. فهي توفت هناك. فده انا اللي قاهرني ان هي توفت بعيد عني، بس ان هم 3 شهور بس اللي ماتت. مم. بس هي بقى السبب اللي وصلنا ان احنا نخليها تمشي، ان هي كانت عامله لنا مشاكل كتير. يعني انا كانت بتحاربني مثلا في سمعتي، كانت بتقول لجوزي ان انا ست بتاعت رجاله، وان انا سمعتي وحشه، وان هو بينزل وانا بجيب رجاله. انت سمعتيها وإن بتقول كده ولا جوزك اللي كان لا بيقولك؟ لا والله والله انا طليقي ابو بنتي الاولاني سجل لها مكالمات وسمعها لي، قال لي امك اللي بتقول عليك. يعني انا طليقي مم. كان مم. مسجل لها. مم. وكلمت برضو ابو بنتي الاولاني، قالت له ان هو ان انا بخلي جوزي اللي انا متجوزاه ده بيغتصب بنتي. انت انت اتجوزتي كم مرة؟ هما مرتين بس. اه. طب ف وهي ليه كانت بتعمل كده؟ والله ما عارفه، هي كان حتى مش معايا، مع اخواتي. يعني هي من زمان اصلا. يعني انا كان عندي اخويا كان مريض قلب، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. كان اخويا ده بتجيله ازمه القلب، وكان بيبقى قاعد هو وماما لوحده في الشقه. فكانت ماما تفتح الدرج بتاخد الفلوس بتاعته في الدرج، وكانت بتنزل وتسيبه بازمه القلب، يموت ما يموتش ما كانش فارق معاها. وهي طول عمرها كده يعني؟ هي من زمان وهي كانت وحشه قوي معانا. بس هي وفين كان بقى. والدك؟ لا والدي توفى بقاله 11 سنه. مم. وكان منفصل عن. لا يعني وانتوا اطفال هي كانت كده؟ بصي انا لما فتحت عيني عند والدي ومرات بابا، الله يديها الصحه ويبارك في عمرها. فتحت عيني على ظهرها. يعني انا لقيتها هي الكتاب بتاكلني يعني وتشرب. باباكي ومامتك كانوا منفصلين؟ اه. وانتي عشتي عند مرات باباكي؟ انا قعدت عند مرات بابا انتي لحد ما بس ولا كبرت. انتي واخواتك؟ لا انا اخواتي كل واحده فينا من اب تاني. يعني اخواتي البنتين من اب، وانا من اب، واخويا الولد الله يرحمه كان من اب. يعني مامتك اتجوزت كم مرة؟ 3 مرات. 3 مرات. مم. فوهي بقى لما حصلت المشاكل، فاحنا كنا خايفين. انا كنت حصلت بقى مشكله بيني وبين جوزي اللي انا دلوقتي معاه حاليا. فانا اخدت عيالي واخدت عفشي ومشيت. الكلام ده كان من 3 سنين. فالمفروض ان هو كان بيدور عليا وكده. فماما راحت شهدت معاه في النيابه ان انا كنت طفشانه مع واحد يعني. وده كدب ما حصلش؟ وحياة ربنا شاهد عليا. يعني هي اصلا يعني انا الحمد لله يعني بخاف ربنا قبل ما بخاف من اي حد. انا بخاف من ربنا. طب هي كانت فانا بتعمل اخدت. يعني هي كانت مريضة نفسيا ولا هي كانت عايزة تطلقك عشان تبقي فاضيالها؟ يعني ايه المبرر؟ مش عارف والله ما عارفة. يعني انا حتى بقول لها يعني يا ماما ليه، انا والله مسامحاها. بس انا حتى انا حتى بعد ما ماتت والله انا مسامحاها. بس انا مقهورة ان هي ما ماتتش عندي ولا عند حد من اخواتي. بس بس انتي وانا بتقولي دي وما كانت كانتش ست، يعني بتصلي. كانت ست صعبة. صعبة جدا والله. بس انا صعبان عليا. انا خايفة ان ربنا يسألني عليها. ما كانتش بتصلي؟ لا ما كانتش بتصلي. لا حول ولا قوة الا بالله. وهي الست اللي انتي وديتيها عندها دي تقرب لكم؟ لا هي كانت عايزة شقة، فاحنا جبنا لها. قالت لي فبعت لها فلوس، اخدت شقة في الدور اللي فوقيها. مم. فلما طلعت في الشقة فلقيت الشقة في مية بتطلع من الأرض. فنزلت قعدت عندها تحت. عند فلما الجارة؟ نزلت
فالجارة قالت لها تعالي اقعدي عندي، فلما نزلت قعدت عندها قالت لي اللي حصل، فانا رحت اخدتها. فجت اللي هي قعدت عندي 3 شهور اللي حصلت فيهم مشاكل بقى اللي كانت. فرجعتيها للجارة تاني؟ هي اللي قالت لي، انا قلت لها مش هينفع يا ماما طب عشان مشاكل. وصت بحاجة قبل ما تموت؟ يعني قالت للجارة حاجة اه تبلغها لكم؟ قالت هي كانت على طول تقول لي انا ايه ما تخليش اخواتك يحضروا غسل. هي وصت الجارة قالت لها ان انا ولا انا ولا اخواتي نحضر غسلها. ده عشان فاللي هي حصل زعلانة منكم وشايفة ان انتوا رامينها. هي المشكلة ان هي لما بتحكي الشيخ هي بتحكي معرفش، هي بتحكي من منظورها هي يعني. مم. مم. بس احنا والله لو رميناها، انا عارفة ان احنا رميناها، بس احنا والله لو حصل كده فاحنا خوفا من غدرها، خوفا ان هي طب هي بتأذينا. عملت ايه تاني مع اخواتك غير اللي انت بتحكيه ده؟ لا انا اختي برضو ماما راحت قالت ل بابا يعني اختي متجوزة مم. وجوزها ده كان متجوز بيت تاني عنده برضو واحدة مم. تاني وكده. فراحت قالت الله يرحمه برضو هو جوز اختي توفى، مم. قالت له ان ابنه الكبير بيتحرش برضو ببنته اللي هي بنت اختي دي. يعني كل الكلام اللي كانت بتقوله كلام في النطاق ده؟ ان هو ان احنا مثلا بنخلي عيالنا الناس يتحرشوا بيهم، ان احنا غير طب امنا على انت مش عيالنا، ان فاكرة مش احنا فاكرة اي مشينا حاجة في وحش. تربيتها ليكي؟ يعني هي ما ربكيش خالص؟ ما فيش اي ذكريات بتجمعكم؟ انا مش فاكره ان هي عمرها في مره ما قالت لي صلي. انا فاكره ان انا لما كنت بصلي قدامها كانت بتتريق عليا. مم. انا فاكره ان اللي علمني الصلاه مرات بابا مش امي. لكن عمرها ما خدتك في حضنها؟ عمرها ما احتوتك؟ زي علاقة اي بنت بامها؟ ما لا تفتكريش اي مواقف تجمعكم؟ انا فاكره ان هي كانت بتيجي على الناس يعني معاهم عليا، يعني كانت ضدي في كل حاجه. يعني انا واحده انا متخانقه مع جوزي، بدل ما تبقي في صفي رايحه تشهد مع جوزي في النيابه ان انا هربت مع واحد، ان انا خدت عيالي وهربت مع واحد، وربنا ظهر الحق يعني وانا اصلا مش كده. فأنا يعني انت حتى لو انا يعني حتى لو عيالك وحشين انت ما تقوليش علينا. حتى الناس كانوا بيقولوا لها كده، الجيران بيقولوا لها يا حاجه ده انت عيالك محاميات، انت عيالك لو وحشين ما تقوليش عليهم العيب. طب وهي علاقتها كانت باللي حواليها ايه؟ اخواتها ليها اخوات؟ كان ليها اخت واحده بس هي اللي عايشه، كانت بقيت توفى. علاقتها برضو بعيدة عنهم ولا كانت علاقتها كويسة؟ لا برضو كانت هم اخواتها كانوا عارفينها بقى اكتر مننا يعني، فكانوا اللي هو على قد التليفون وبس. يعني اختها دي كانت بس على قد التليفون، اللي هي سر الرحم، لان هي كانت عارفه من زمان ان هي مؤذيه. هي الله يرحمها كانت نين الله يرحمها كان عندها شقه، فمضت امها على الشقه على تنازل عن الشقه. فنينا ماتت مقهورة منها، يعني نينا كانت ميتة مقهورة ان هي خلتها تموت في بعيد عن شقتها يعني. يعني هي اصلا كانت اذية امها كمان؟ اه ومبرتهاش حتى بعد وفاتها. بس هي دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل، وطبعا بصي حسابها اكيد عند ربنا. اي شيء عملته فيكي في اخواتك تأثيرها احنا والله معاكم. احنا مسامحينها، لا احنا مسامحينها، بس انا خايفة ربنا يسألني عليها. يعني انا خايفة ان انا ممكن اكون انا في اخر ايام، انا معرفش كنت مقصرة ولا لا، بس انا خايفة ان ربنا يسألني عليها ان انا ان انت بس. مشيتيها، يعني انت كنت نفسك اه تموت في البيت عندك فتبقي ايوه مخلصة ضميرك. بالظبط، بس هو ما كانش ينفع لان هي كانت بتعمل مشاكل، وكلمت صاحب اخويا وقالت له يجي البيت وجوزي مش موجود وكده. وهي اصلا كان الشخص اللي هو صاحب اخويا ده كان عامل مشاكل زمان بسبب ان هو كان عايز يتجوزني، يعني كان في مشاكل بينه وبين يعني جوزي. هي كانت بتسعى تطلقك للمرة التانية؟ بالظبط حرفيا. حتى هي قالتها لي كده وهي في المطبخ، قالت لي وايه يعني شتمت كده طز في جوزك وطز في عيالك، إيه يعني لما تتطلقي؟ طب ايه هي يعني يمكن لما عشان تعملوا العيب؟ اتطلقت 3 مرات كانت شايفة ان ده عادي. بصي احنا لو هي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، هي خربت بيوت كتيرة قوي. يعني هي خرب وأذت ناس كتيرة قوي. كانت بتعمل اعمال وليها في السكة دي؟ بصي هي كانت لما كانت بتزعل من حد
كانت دم البريود ده كانت بتحطه لهم تعمل كوباية قهوة مثلا وتشربوا ده اعوذ القهوة. بالله، اعوذ بالله، اعوذ كانت بالله، اعوذ بالله. جارتي، كنت متخانقة مع جارتي في العمارة، من ضمن الكلام يعني اللي أنا عرفته إن ماما كانت بتجيب عمل لجارتي تدلهولي على باب شقتي. عمل ليك انتي؟ اه ليا أنا، بخراب بيتي وبحياتي بهدلتي وكده يعني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي كانت مريضة نفسيا؟ لا والله كانت هي ده، بصي هي حياتها كده. كانت هي بتعمل ما ده ليه؟ كانتش بتحب بتحب الفلوس حد. مثلا؟ العداء ده ليه يعني؟ يعني كان وراء ايه اهدافها؟ والله يعني مثلا لما راحت لطليقي وقالت له عملت لي مشكله معاه وكده، والله ما ادهاش فيه يعني، ما خدتش حتى لو خدت فلوس، ما خدتش المبلغ اللي هو يخليكي تبيعي بنتك عشانه. انتي بتقولي لما وهي كان لما حد كانت بتحتاج بيضايقها فلوس. بتحط له، عفوا، دم البرد؟ انت اتأكدتي من ده ولا ده كلام سمعتيه؟ لا والله انا شفت بعيني مره وانا في ثانوي عام، في اعوذ ثالثه بالله، ثانوي عام. اعوذ بالله، ولا حول ولا قوة الا انا بالله. شفت بعيني. كانت القلوص بتاع مش فاكره والله اعلم اذا كان بتاعي ولا بتاع اختي، كانت نقعه في ميه. بقول لها ايه يا ماما انتي بتنقعي لي؟ ايه ده القرف ده، ما ترميه. فقالت لي مالكيش دعوه، شوفي دلوقتي انا هعمل بيه ايه. فلقيتها واخده ميه من اعوذ الميه بالله، بتاعته اعوذ بتعمل بيها بالله. فنجان قهوه، طيب، وشفت الشخص اللي شرب. طيب، جزء يعني لو انت قلبك وجعك ان انت ما كنتيش بره بيها، فجزء من برك بيها انك ما تذكريش اي حاجة من بلاويها دي. هو جوزي قال لي كده دلوقتي يعني، هو ارجوكي، حتى قال لي كده. يعني جزء من بالك بيها ما تذكريش حاجة من بلاويها دي. اذكروا محاسن موتكم، انسي بقى، وهي عند ربنا وبين ايدين ربنا الحق اللي هيجازيها على كل فعل. مفيش فعل عملته الا مسجل، وكل كلمة قالتها مسجلة، وكل كلمة عملتها كل فعل عملته مسجل. فإن كانت عملت خير هتجازى عليه، إن كانت عملت شر هتحاسب عليه. فأرجوكي، أرجوكي اقفلي سيرتها خالص، يعني ترحمي عليها، ربنا انا يرحمها. اعمل لها ايه طيب عشان ربنا يغفر لها ويسامحها؟ يعني انا طبعا حلمت طبعا بيها. طبعا حلمتي بيها. اه حلمت بيها يعني، انا غسلتها ودفناها في اليوم اللي احنا دفناها فيه. تاني يوم انا نايمه هي فحلمت ان ماتت هي جايه. ماتت موت عادية ولا هي لا هي قعدت يومين كانت تعبانه. مم. عقبال ما رحنا جبنا لها الاسعاف وكده، وكانت خلاص روحها طلعت. مم. يعني احنا عقبال ما عرفنا بعدها بيومين، جينا في اليوم اللي احنا عرفنا فيه رحنا قالوا لنا ده توفت خلاص. مم. فهي اول الحلم الاولاني ان انا حلمت ان هي كانت واقفه بيني وبين اختي. يعني انا عندي اختي من بابا، هي واقفه بيني وبين اختي، وشها من بعيد وشها طبيعي، كل ما بتقرب لي بلقى وشها محروق. كل ما تقرب لي وشها بيبقى بيتحرق اكتر بيتحرق اكتر كل ما تقرب لي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحلم التاني ان هي كانت انا بسأل بابا. بابايا ميت بقاله 11 سنة، بس انا بسأل بابا بدور عليها. انا كنت عمالة ادور عليها، وفعلا انا في الدنيا عايزة اعمل لها حاجة، انا خايفة عليها. لان انا كنت بقول لها يا ماما صلي، اوعي تفتكري انت ما بتصليش بمزاجك، ده ربنا هو اللي مش حابب لقائك يعني، فتوضي وصلي بالله عليك. كنت خايفة عليها قوي. كانت بترد تقول فلقيتها لك ايه؟ كانت بتقولي اصل بصي بقى، هي في اخر ايامها كانت بتقولي ان هي بتعمل حمام على نفسها. فقلت لها بسيطة ممكن نحلها، ان انت قبل ما تصلي تخشي الحمام تتشطفي وتطهري وتعملي حمام وتحطي فوطة وتيجي تصلي. هتلاقي ربنا عينك على الصلاة. لو حسيتي انت هتعملي قومي اجري على الحمام وتعالي اتوضي تاني وكملي. فوالله صلت 3 ايام وبعد كده قطعت لوحدها. بس انا كنت بحاول يعلم ربنا، كنت بحاول ان انا اخليها تصلي يعني، كنت بحاول ان انا اقربها من ربنا. علاقتك بباباكي كانت كويسة؟ الحمد لله. وهو كان انسان سوي وطيب جدا، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. كان بيقولك ايه عليها؟ بصي انا ابويا ده كان ابويا وامي، وهو اللي رباني، وهو بابا كان بعدني عنها لحد ما كبرت في ثانوي.
فجيت في مره قلت له يا ماما انت بعدتني عنها ليه؟ قال لي عشان عايزك تكبري وانت تشوفيها بعينك انت اللي تحكمي عليها، انا مش بعدك عنها كره مني او حاجه، لا انا خايف عليكي منها. ولحد يعني هو ما انت كان شفتي بعينك. كان بيقولي انا خايف عليكي منها، انا ما بتحبش نفسها عشان تحبك. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انا عايزاكي ما تجيبيش اي سيرة من عمايلها الوحشة قدام حد، ولا تتكلمي حتى فيها مع نفسك. اذكروا محاسن موتاكم. تاني حاجة عايزة تبريها بعد موتها، اعملي لها صدقة جارية. وانت عارفة طبعا، مش هقولك اكيد الحديث اللي هو ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فانت ممكن تكوني الولد الصالح، ادعي لها قد ما تقدري بالرحمة، ادعي لها ان ربنا يثبتها عند السؤال، ادعي لها ربنا يتجاوز عن سيئاتها، اعملي لها صدقة جارية. ارجوكي اعملي ده اللي بايدك تعمليه، يعني ده اللي بايدك في الدنيا انك تعمليه، وان شاء الله يوصل لها. ربنا بقى يتولى امرها، ربنا يتولى امرها، وباذن الله ربنا غفور رحيم قادر يتولى امرها. بس ربنا بيسامح في حقه، لكن في حق العباد ربنا ما بيسامحش. ويوم القيامة ده يعني اليوم اللي لا ظلم فيه بعد اليوم، ما فيش ظلم خلاص. يعني لما نتحاسب ونروح عند ربنا مش هيبقى فيه ظلم، فأي حد ليه حق هياخده، أي حد ليه حق هياخده. فهي لو ظلمت حد ربنا أكيد هيرد للي اتظلم ده مظلمته وهيديله حقه. فسيبي ربنا اللي يحاسبها، هي صنعته وهي دلوقتي بين ايديه، وهو يتولى امرها كما يريد وكما يشاء. يعني هو رب العزة، زي ما هو عايز هيعمل. احنا اللي علينا ما تجيبيش سيرتها بوحش مع حد، ما تحكيش حاجة عنها، ما تقعديش في قاعدة ممكن تبقى فيها غيبة ونميمة عليها، حتى لو مع اخواتك. يعني حتى لو انت واخواتك قعدتوا تفتكروا فاكره كانت بتعمل فينا ايه، فاكره عملت فيكي ايه، فاكره قالت لجوزي ايه، لا لا لا، خلاص خلاص انتهى امرها من الدنيا، فيبقى ينتهي الكلام عنها. يوم ما تذكروها بالخير، يوم ما هتذكروها تترحموا عليها، يوم ما هتذكروها تقولوا ربنا يرحمها، ربنا يغفر لها، ربنا يتجاوز عن سيئاتها. لكن ما تقولوش اي كلمة تحمل حتى معنيين، او يبقى فيها اي سب ليها او فعل وحش من اللي كانت بتعمله. تاني حاجة تقدري تعملي لها صدقة جارية، تقدري تدعي لها كتير جدا، وبإذن الله ربنا الغفور الرحيم قادر يخفف عذابها يا رب بإذن الله، وقادر يرحمها برحمته الواسعة. يعني ربنا رحمته وسعت كل شيء. ده اللي انا اقدر انصحك بيه. وانسي اي حاجة وما تقعديش تتقهري، لان ممكن يكون اللي حصل منك رد فعل طبيعي لأي حاجة كانت بتعملها. اكيد انت زي ما بتقولي كانت هتخرب بيتك، فده كان وسيلة للدفاع عن النفس، عشان كده حبيتي انك تعزليها عنك. فما تجلديش ذاتك وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، هي في دار الحق. كل اللي تقدري تعمليه ادعي لها وتصدقي على روحها باللي تقدري تعمليه، واللي تقدري تتصدقي بيه. وما تجيبيش سيرتها مع حد، وما تذكروهاش بوحش، عشان فعلا فعلا ما ينفعش ان اي حد مات نذكر عنه غير الخير، ولو ملوش خير يبقى ما نذكروش اصلا وما نجيبش سيرته. ارجوكي اعملي كده، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة. وبجد يا جماعة، يعني فعلا فعلا ربنا قال لنا اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كلنا راجعين لربنا، كلنا هنروح من ايدين ربنا. افتكروا اليوم ده مهما خيالكم فكرتوا انه بعيد، هو قريب قوي، قريب قوي. والموت مش بعيد. الموت ده مهما افتكرتوا بخيالكم ان لسه بدري، محدش عارف عمره هينتهي امتى ولا اجله هيكون امتى، محدش عارف ابدا. ومهما عشت 60 70 80 سنة، ما انت ميت. كلنا اموات، ولاد اموات.
فأرجوكم اتقوا الله. الأم تتقي الله في ولادها وفي تربيتهم، الأب كذلك، العيال يكونوا بيتقوا الله في أهاليهم. اتقوا الله، ما تعاملوش بعض كبشر. ما تقوليش ما أنا بعمل كده أنا عادي، ايه المشكلة، ايه اللي هيجرى يعني، ما هي ما عملت، ما هي ما سوت. عاملوا ربنا في بعض، عاملوا ربنا في بعض، عشان الدنيا مش دايما لحد، وهتخلص وساعتها مش هيبقى معاك غير عملك، هتبقى بطولك ومعاك عملك ده هو اللي هيشهد عليك. ان كنت بتعمل كويس هتشهد، كل حاجة عملتها. الأرض اللي كنت بتسجد عليها هتشهد لك، الأرض اللي راسك سجدت فيها وسجدت وذكرت فيها ربنا هتشهد لك. عشان كده بنقول يا جماعة صلوا في أماكن كتير، ما تثبتوش مكان واحد، خلي أكتر من مكان يشهد لك بعملك الطيب. صلوا، اللي ما بيصليش صلي، اللي ما بيتقيش الله اتقي الله في كل تصرفاتك، اللي بيظلم حد روح رد المظالم لأهلها، محدش ضامن عمره. اتقوا الله عشان ربنا يرحمنا برحمته وينجينا من هذه الدنيا الصعبة اللي كلها مهالك ومظالم. ربنا ينجينا منها على خير يا رب. خلوني اطلع فاصل وارجع.